بمناسبة نتيجة الثانوية العامة، والناس بقى اللي بترمي نفسها من البلكونات، وناس بتعيط، وناس شافت إن حياتها اتدمرت، وناس شايفة إن الحياة باظت تماما معاهم، وناس كانت حاطة أمل كبير أوي على الثانوية العامة، والأهالي اللي مفضوحين بسبب عيالهم، ويعني كل بقى العبث اللي بيحصل عندنا كل سنة دوت. فأنا هحكي لكم النهاردة قصتي مع الثانوية العامة و... وهقول لكم وجهة نظري وتجربتي أنا بعد السنين بتاعت الثانوية العامة، يعني كنوع من أنواع يعني إيه، ممكن نقول تصحيح فكرة أو توجيه عام، أو نحاول إن إحنا نخلي الناس تاخد بالها من الصورة الكاملة للموضوع، لأنه في النهاية هي جزء من الحياة وليست الحياة كلها يعني. أنا كانت الثانوية العامة بتاعتي 2010. وأنا بالمناسبة خريج أزهر، يعني أنا كنت بدرس في الأزهر في اسكندرية. و... وطبعا أزهر معروف إن هو يعني صعب، والفترة دي بالذات كمان كانت الفترات اللي هي إيه، كانت يعني السنة بتاعتي دي كانت من السنوات مثلًا الصعبة والرخمة جدًا، ما أعرفش حد بيتفرج عليَّ دلوقتي من نفس الجيل ده في الأزهر والّا لأ، ولكن حتى أعتقد في العام كانت نفس المشكلة يعني. وبشكل عام أنا ما افتكرش إن كان في سنة عندنا في مصر عدِّت نتيجة الثانوية العامة عادي كده، والناس كانت بتتكلم عادي على النتيجة، ولأ دايمًا بيتكلموا عن الظلم والغش والسرقة واللي حصل واللي ما حصلش، ومش عارف 97% كانت تدخّلك إيه، ودلوقتي تدخّلك إيه، وكل الكلام ده. أنا كواحد من الناس، يعني مش عايز أقول مش مقتنع بالتعليم، أنا مش مقتنع بالفكرة اللي بتتروج لنا إحنا في الدول العربية عن التعليم. يعني أنا مؤمن جدًا بإن التعليم الأساسي، تعرف تقرا، تعرف تكتب، تعرف تحسب، شوية جغرافيا، شوية تاريخ، الحاجات اللي هي الأساسية. ولكن ضد فكرة إن التعليم بقى هندسة وطب ومحاماة ومحاسبة وما أعرفش صيدلة وكل الكلام ده، وأنت ما عندكش شغف. يعني أنت عايز تدخل الكليات دي، وأنت مش فارق معاك الكليات دي، أو أنت مش مهتم بالكليات دي، أو أنت بس عايز تدخل عشان تبقى زي بنت خالتك أو ابن عمك، أو بابا عايزني ما أعرفش إيه، أصل ماما مالها، أصل ما أعرفش إيه. ده بالنسبة لي أكتر حاجة عبثية جدًا، لأن أنت بتبني حلمك وحياتك ومستقبلك وخطتك، وبتاخد من مجهودك وصحتك النفسية والعقلية وحرق الدم بقى، يعني فترات طويلة جدًا، بس لمجرد إن أنت عايز ترضي حد معيّن، أو عايز تبقى زي حد معيّن أنت أصلًا ما اتحطيتش في مكانه، عشان تعرف هل الحاجة دي مناسبة ليك والّا لأ. يعني أنت مثلًا عايز تبقى مهندس، مش هاعرفك. أنت كنت مهندس قبل كده، فعايز تبقى مهندس، يعني هل أنت مثلًا حد قريب منك أوي مهندس، فأنت عاجبك حياته أوي، وعايز بقى تنزل تقف في وسط أسمنت وزلط الساعة 6:00 لحد الساعة 9:00 ومبسوط، ماشي. طبعًا مش باقلل، ما حدش يقدر يعيش من غير مهندسين ودكاترة. أنا مش ضد كليات القمة ولا ضد كل الكلام ده، أنا ضد الفكرة اللي بتتروج عن إن الثانوية العامة هي النجاح، وإن هي لو أنت ما جبتش مجموع فأنت ضايع. هاحكي لكم قصتي. كانت الثانوية العامة بتاعتي، وأنا مش من نوع الشخص اللي بيذاكر، ولا من نوع الشخص اللي هو إيه، يعني كنت ذكي جدًا الحمد لله. كنت من النوع اللي هي نظام إيه، لو قريت معلومة ما انساهاش، يعني خلاص مثلًا قريت مذكرة ملخص لحاجة، فأنا حفظت الملخص ده، أو يعني فهمته، فأنا لو جالي امتحان فيه هاعرف أتعامل. إنما أنا ما ذاكرتش، يعني حرفيًا ممكن حد ذاكر مثلًا شهر، وأنا مثلًا ذاكرت 6 ساعات مثلًا، وهي دي الحصيلة بتاعتي. فكنت باروح أمتحن، خلصنا الامتحانات كله زي الفل. وطبعًا أنا يا دوب يعني نظام اللي هو إيه، بالزّق الدنيا تمامًا. وطبعًا لو أنت ما تعرفش، فالأزهر ده كان من أصعب الحاجات، لإن أنا كنت علمي، لإن أنا ما باحبش الأدبي، لإني ما باعرفش أحفظ، أنا باعرف أفهم، يعني آخُد الحاجة أفهمها وأفهم واستنتج منها وأتعامل بيها، لكن ما باعرفش أحفظها. فكنت في علمي، فالعلمي ده كان عندنا مثلًا تقريبًا كام مادة، 15 مادة أو حاجة، يعني كل المواد العلمية زائد بقى المواد الشرعية والفقه والتوحيد والسيرة والبلاغة وكمية حاجات يعني مش طبيعية، كتير جدًا. فخلّصنا الامتحانات، وإحنا عندنا شاليه في الساحل، أو يعني مكان بنصيف فيه. فطول عمري من وأنا baby يعني بنروح نقعد هناك طول الصيف. فرُحنا كالعادة، خلّصنا امتحانات وسافرنا، وقاعدين في الشاليه عادي، وصحابي بقى وبتاع وسهرانين. أنا عارف اليوم ده كان هيطلع فيه النتيجة، فكل شوية أبُص على النتيجة، كل شوية أبُص على النتيجة، كل شوية أبُص على النتيجة، كل شوية أبُص على النتيجة. وأنا معظم اللي حواليّا ثانوي عام، أنا بس اللي ثانوي أزهري، يعني أنا ما افتكرش إن أنا حد من المكان اللي أنا كنت فيه كان ثانوي أزهري غيري يعني. والناس بقى اللي كانت إيه ثانوي عام وبتاع، الناس نتايجها طلعت أو لسه هتطلع والقصة دي، وأنا إيه مستني بقى نتيجتي، عمّال كل شوية أبُص، كل شوية أبُص. المهم بصيت على النتيجة، لقيت نتيجتي
لو أنا فاكر صح 67%. فطبعًا 67% أنا كنت طاير من السعادة، يعني لو أنا نجحت الحمد لله. أنا أصلًا كان هدفي إن أنا أنجح، يعني أنا ما كانش فارق معايا أصلًا أي حاجة خالص. أنا كل اللي كان أي حد بيقول لي: "أنت عايز إيه؟" كنت عايز أسافر. عايز إيه؟ عايز أسافر. طب أنت عايز تطلع إيه؟ عايز أطلع أسافر، يعني عايز أطلع المطار. عايز تروح فين؟ عايز أروح مطار القاهرة، أو حتى لو إسكندرية كنت شاكر جدًا ليكم، مش فارق معايا رايح فين. فما كانش عندي هدف معين، يعني أنا عايز أطلع إيه. ما فيش عايز. أنا عايز أطلع business man، عايز أشتغل، عايز أكسب فلوس، عايز أسافر، عايز أبقى حر، عايز أحقق أحلامي وبس. مش عايز أعتمد على وظيفة. من صغري أنا مش مقتنع بفكرة الوظيفة دي، بس ده قصة تانية ممكن نعمل عنها فيديو منفصل. فسهران مع أصحابي، الكلام ده مثلا الساعة 2 3 الفجر، عمال أبص عمال أبص عمال أبص. هو كانت النتيجة طلعت، لكن الموقع كان تقيل، فأنا مش عارف أبص لحد بالليل متأخر. لحد ما فتحت النتيجة كام؟ 67%. 67%، 69%، 68، حاجة في الستينات يعني. ولكن الحمد لله الحمد لله مفيش مواد ملحق، يعني مش ما سقطتش في ولا مادة، ونجحت تمام. فأنا عايز أقول لكم كنت بتشقلب في الهوا. وكان قلت إيه، أنا شوية وهروح، ولما أروح إن شاء الله هبقى أحول لهم في البيت، يعني إذا كانوا صحيين أو حد أصلا عارف لأن أنا الحمد لله عندي بابا وماما وأهلي بشكل عام مش ناس يعني عارفين اللي فيها، عارفين ان انا مش بذاكر، فاللي هو إيه ان شاء الله يا رب انجح وخلاص. ومحدش كان عنده اجبار عليا، محدش كان بيجبرني ان انا اعمل حاجه، لان هم برضه هم ايه، الحمد لله عندهم وعي يعني، من فضل ربنا عليا يعني. ف... فدخلت البيت دخلت الشاليه، روح بالليل متاخر جدا. دخلت الشاليه لقيت ماما مستنيه قدام الباب. عمر عملت ايه؟ قلت لها 67%. قالت لي: طب خش نام، خش نام والصباح رباح. اقسم بالله يا جماعه عمري ما انسى الكومنت بتاع: طب خش نام يا عمر والصباح رباح. حرفيا هو فعلا دخلت انام والصباح كان رباح. وقلت لبابا الصبح ومبروك، وجبنا تورته وانبسطنا، وقعد يهزر شويه ويقول لي: بس اوعى ستيفن دي ممكن تدخلك الحمام ولا هيبقى صعب. هزار بقى اللي هو ايه وخلاص. الموضوع يعني عدى تماما، مفيش اي حاجه خالص. والحمد لله ما عنديش اي ذكرى سيئه من اهلي او من المحيطين بيا لمجرد ان انا ما جبتش مجموع عالي. وبرضه عشان نكون صادقين، انا 67% دي ساعتها كانت مجموع مش يعني خليني اقول لك ان انا كنت علمي اعلى حاجه وصلت لها كانت كليه زراعه. كليه زراعه مش كليه من كليات القمه، ولكن مش كليه وحشه. كان جالي بقى طبعا شريعه وقانون اللي هي الحقوق، كان جالي تجاره في القاهره، كان جالي زراعه في القاهره. يعني كان جالي كليات مش وحشه يعني. ما كانش جاي لي صيدله، ما كانش جاي لي تمريض، ما كانش جاي لي، ولكن ده. ولكن ساعتها كان التنسيق مش عالي قوي، لان انا حتى فاكر اللي كان الاول على الدفعه بتاعتنا كان جايب 88 في الولاد. البنات كانت جايبه مش عارف حاجه و90 دخلت هندسه. وقد كان. بعدها انا عارف انت اللي هو ايه، اللي انا بحاول اقوله من الفيديو، او اللي بحاول اوصله من الفيديو كفكره ان الثانويه العامه مش نهايه العالم. والواحد بعد كده دخلت، حاولت ادخل كليه حكوميه اللي هي تبع الازهر، لان في اسكندريه ما فيش، فرحت اللي هي في دمنهور. حاولت وبعد كده ما اتحملتش المكان ولا اتحملت الناس ولا اتحملت، مش شبهي خالص، والمكان مش عارف مش ده اللي انا عايزه. فما دخلتش الامتحانات وما كملتش. بعدها دخلت جامعة خاصة، وبعدها بقى بدأت رحلة الكفاح والسفر والقصة دي كلها. هنبقى أعمل عنها إن شاء الله فيديو منفصل يعني. أه جبت 67%. حققت جزء كبير من أحلامي، يمكن حققت معظم أحلامي، أو حققت حاجات كتير أوي كان نفسي أعملها في حياتي. سافرت أكتر من 50 دولة، كسبت فلوس كتير، واشتغلت وسافرت وجبت عربيات وبعت عربيات واتجوزت وخلفت ورحت وجيت وعشت في دول كتير واشتغلت في شركات كبيرة وشركات منها مالتي ناشونال و... ربنا كان كريم جدا الحمد لله. وعملت حاجات كتير جدا يمكن الناس في ولاد قمة ما تعرفش تعملها. ولكن انا مش جاي اقول لك انا عملت وانا ما عملتش. انا جاي اقول لك مش عشان انا اتفشخر عليك، انا جاي اقول لك ان انا كنت شخص عادي جدا طالع من مدرسة حكومية أزهرية، وجبت مجموع يعتبر ضعيف، والحمد لله نجحت وعايش حياتي بالشكل اللي انا عايزه ومبسوط راضي الحمد لله. في احسن اكيد، في احسن، بس انا راضي باللي انا فيه والحمد لله. نتيجة ثانوية عامة يا جماعة مش نهاية العالم يعني. مهما انت جبت كام في ثانوية عامة، فصدقني ده لا يحدد اي شيء على الاطلاق. يعني حتى لو انت جبت 100% ولا حاجة. ايه عملت ايه يعني؟ مع ايه فرحتي ان انت جبت 100% ودخلت كلية الطب وانت اصلا ما عندكش شغف بكلية الطب؟ يعني الشغف بتاعك انت عايز ايه؟ انت ده اكتر حاجة مفروض الناس تعلمها لعيالها. انت عايز ايه؟ نفسك تطلع ايه؟ مش انا عايزك تطلع ايه. يعني انا ابني مثلا في يوم من الايام مستحيل ازعل منه ان هو مثلا عايز يخش كليه معينه، او هو مثلا جاب مجموع معين وعايز يخش حاجه، او يا سيدي مش عايز يكمل بعد الثانويه عامه وخلاص. ايه المشكله؟ دي حياته، ربنا وفقه
عارف انت اللي هو ايه، اللي بيشيل قربة مخرومه بيدخلها على دماغه. دي حياتك، انا بوجهك بقول لك الصح والغلط وخلاص. المفروض الاهالي تعمل كده. واحد بيشوف على السوشيال ميديا ناس بتضرب عيالها، وناس بتكرش عيالها من البيت، وواحده في اسكندريه نطت من البلكونه، وناس بتقعد تعيط ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ انت عايش في بلد الحد الادنى فيها 7000 جنيه مرتبات. يعني مع كامل احترامي، مع كامل احترامي، هتروح فين؟ يعني انت اخرك ايه؟ دخلت طب ماذا بعد؟ دخلت هندسة ماذا بعد؟ طبعا طبعا طبعا، كل الاحترام والحب والتوفيق والتقدير لكل الكليات القمة وغير القمة، لأنها في النهاية التعليم، محدش يقدر يقلل من التعليم. يعني هنا بنتكلم على الفئة اللي مش مهتمة، اللي ما جابتش مجموع عالي، اللي مش عايزة تتعلم أو مش عايزة تخش تعليم عالي، أو مش فارق معاها الموضوع. اجبره انا ليه يخش طب؟ وبعدين يا سيدي هو جاب مجموع طب ودخل طب وهو ما عندوش شغف بالطب، ما هيطلع في الاخر يشتغل حاجه تانية، وهو ده ما اكثرها دلوقتي. تعال شوف في الزمن اللي احنا فيه دوت، زمن بقى الانترنت والاونلاين والاي اي والربح من النت واليوتيوبر والانستجرام، وناس بتفتح شركات بسهوله وناس بتعمل بيزنس بسهوله. اتفرج على كميه الناس اللي خريجه طب وخريجه هندسه وسابت المجال وشغالين في حاجات تانية، ويوم ما تساله يقول لك انا ما بحبش الهندسه، ما بحبش الهندسه، ما بحبش الطب، ما عنديش شغف. تقدر تجبره، تقدر تقول له لأ، هو حياته كده. ييجي واحد يقول له يا عم أنت جبت مجموع طب وما دخلتش طب. آه جبت مجموع طب وما دخلتش طب. إيه المشكلة؟ إيه الغلط في الحياة يعني؟ إيه اللي حصل يخليني أندم إن أنا جبت مجموع ودخلت مجموع تاني؟ ما ده اللي أنا عايزه. العقلية بتاعت إن الثانوية العامة هي الفيصل في الحياة. يعني كان زمان يقول لك أنت اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، ده أكبر هبل. أنت اتعب دلوقتي واتعب بعدين، هتفضل تتعب. الحياة أصلا يعني مكان الحياة أصلا مكان شيء شاق جدا. كل حاجة في الحياة صعبة، كل حاجة في الحياة متعبة، كل حاجة في الحياة مرهقة. فما فيش حاجة اسمها تتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. ما فيش راحة بعدين. أنا جاي لك من بعدين، مفيش راحة. الراحة هي الراحة الداخلية النفسية، إن أنت مبسوط باللي أنت بتعمله. لكن ما فيش أكيد تعبان. ما هو يعني ما فيش حاجة هتشتري العيش والأكل وتركب عربية وما اعرفش إيه وأنت مش تعبان. هتتعب أكيد وترهق وتشتغل. أنا بصحى، أنا الساعة دلوقتي بصور ساعة الفيديو اللي بصوره دلوقتي ده الساعة 7:03 صباحا. الشمس لو انتوا واخدين بالكم 7:03 صباحا. أنا صاحي من 5 الفجر. اشتغلت ساعة ونص وخدت تمرين سريع وهكمل شغل لحد بالليل. أنا عندي دلوقتي 33 سنة. إيه المشكلة؟ ومبسوط. يعني انا مش بشتكي، بس قصدي ده العادي، ده اللي هتفضل تعمل كده. ولو انت موظف دلوقتي هتصحى الصبح برضه وتقعد تشتغل، وغالبا انت الوظيفه مش هتكمل المصاريف بتاعت البيت، فهتضطر انك تاخد وظيفه تانية. يعني قصدي كل الناس بتشتغل، كل الناس بتتعب، ايا كان انت خريج ايه. ففي النهايه مجموعك في الثانويه العامه صدقني مش هيحدد اي حاجه، ومش هيكون حتى لو دخلت كليه معينه انت كان نفسك فيها، فالموضوع مش هيكون زي ما انت متوقع. مش بحبطك، ولكن الحياه صعبه في كل مراحلها. فدخلت ثانوية عامة، فده دور بقى الأهالي والناس المسؤولة إنها تهوّن على عيالها وتهوّن وتفهّمهم الحياة صح. الناس متخيّلة يا عيني إن هو مثلًا إيه، أنا علّمت ابني ودخّلته هندسة عشان كده أنقذت حياته. من إيه؟ أنت شايف المهندسين راكبين بورش يعني والّا إيه؟ مش فاهم. دي ناس طالع عين أبوها. يعني ناس طالع عين أبوها. تعالَ يا عم تتعامل مع مهندسين، يا عيني الراجل كفران، كفران في أي حتّة في الدنيا. المهندسين صحابي كانوا في دبي طالع عينهم، في مصر طالع عينهم، في ألمانيا طالع عينهم، ما لهاش علاقة. ف الثانوية العامة مهمة، أوكي، ذاكر واشتغل واعمل اللي عليك على الأقل، يعني عشان على الأقل تبقى نفسيًا مرضي. ولكن في النهاية هي مش بتحدد أي حاجة خالص. إحنا عندنا في مصر حوّلنا الموضوع لحاجة اجتماعية مرعبة كبيرة، تخلّي الناس فاكرة إن أنت لو ما جبتش مجموع فأنت فاشل وحياتك هتبقى فاشلة. مين قال؟ في شرع مين؟ يعني مين الشخص اللي تفضّل علينا بفكرة إن إحنا لو ما دخلتش كلية قمة فأنت فاشل، أو لو ما ذاكرتش فأنت فاشل؟ يا عمي أنا ما عنديش شغف. أنا باقول لك أنا أهو مثال حي. الحمد لله حققت جزء كبير يا عم، حققت كل أحلامي وعملت حاجات كتير أوي الحمد لله في حياتي، ورُحت عِشت في دبي سنين، وعِشت في تركيا، وقعدت في إيطاليا، وقاعد في أوروبا أهو بقى لي سنين، و ورُحت وجيت وسافرت عملت بُص حققت جزء كبير جدًا من أحلامي. رُحت أماكن اللي كنت باحلم أروحها، واشتريت حاجات كنت باحلم أشتريها، وعملت حاجات كتير جدًا كنت باحبها كنت عايز أعملها، وحاولت أعمل هنا وهنا وهنا، وحاولت إن أنا أكون فرد صالح في المجتمع اللي أنا فيه، وشخص أقدر أساعد اللي حواليّا. يعني حاولت أبقى شخص كويس الحمد لله. وأنا جايب 67%. وعمر ما كان في حياتي بكل المراحل اللي عديتها
عمر ما كان المجموع اللي جبته أي عامل مؤثر سلبي أو إيجابي أو حد سألني عليه. حتى أنا في الإمارات اشتغلت في واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي في الإمارات، اشتغلت في نون في الإمارات لما كانت لسه بتفتح وقعدت فيها فترة كبيرة، واشتغلت في شركات تانية، وعمر ما حد قال لي أنت مجموعك كام في الثانوية العامة خالص. معظم الشغل اللي كنت باشتغله كان بيبقى شغل basic، اللي هو بابدأ الحد الأدنى وبعد كده باتطور، وخدت مرتبات كويسة، وعمر برضه ما حد قال لي يعني. اللي أنا باحاول أقوله لك إن عمره ما كان عائق. أنا دي مش دعوة للترويج إن أنت تسيب التعليم خالص. لو أنت عندك شغف يبقى أنت الشخص اللي المفروض فعلًا تتعب وتذاكر وتتعب وتخش الكلية اللي أنت عايزها، عشان ده الشغف بتاعك. أنا الشغف بتاعي طول عمري business وفلوس وشغل وسهر بالليل وضغط نفسي وعصبي، وهو ده الحاجة اللي أنا بانشط فيها، أنا باشتغل كده. لو أنا دلوقتي رُحت اشتغلت موظف هاضرب الناس اللي معايا وهاموت مديري وهاخش السجن. مش قادر. أنت شخص عندك شغف بجامعة معينة، نِفْسك تطلع حاجة معينة، حاولت مثلًا تقرا وتشوف فيديوهات على اليوتيوب، دي الحياة اللي أنت عايزها، يا باشا خُد بوسة، ربنا يوفقك. يعني موّت نفسك عشان تخش الكلية اللي أنت عايزها، دي حاجة تانية. أنت عندك الشغف ده. إن أنا بالنسبة لي كنت باعدّي قدّام كلية هندسة أبُص كده، أنتم بتعملوا إيه؟ أنتم مين؟ أنتم إيه ده؟ كلية طِب ناس يا عيني. كنت باعدّي قدّام كلية طِب عندنا في إسكندرية، اللي هي الحتة اللي عند البنوك دي، أشوف العيال أقسم بالله اللي هم دكاترة المستقبل لابسين البلاطي، والله العظيم 3 الرجالة والستات البنات والولاد والله نايمين. يعني والله الناس دي. وبعدين الكلام ده مثلًا بابقى شايفهم الساعة كام؟ الدنيا الليل لا دخل علينا، يعني مش باكلمك في الصبح، يعني مش في وقت المدرسة أو الجامعة، لا، لا، أنا باكلمك في بالليل متأخر. كان عندي واحد صديقي الله يمسيه بالخير دخل كلية العلوم، الواد ده كان جهبذ، يعني كان واد ذكي ذكاء، اللي هو الناس اللي هي بتحب بقى الرياضة والمعادلات اللي هي ويخش مسابقات والتحديات اللي هي الحاجات الفذة دي. هو ذكي جدًا، دخل كلية اسمها كلية علوم في إسكندرية عندنا. أقسم لك بعز جلالة الله والله بدون مبالغة، أنا الواد ده شُفته في ال4 سنين. طبعًا هو خلّص الكلية بتاعته بتفوق أعتقد جيد جدًا مع امتياز شرف أو امتياز حاجة كده، حاجة ممتازة يعني. والله العظيم أنا صاحبي ده ممكن مثلًا شُفته 10 مرات في ال4 سنين بتوع الجامعة، ومرّة منهم مرتين كانوا صُدفة. يعني من المرات اللي إحنا حاولنا ننزل نضبّط عشان نتقابل، ما فيش من كل 100 مرّة كان بيوافق إنه ييجي مرّة، يقول لك لأ أنا عندي امتحان، عندي summer course، عندي لسه مخلّص امتحان الساعة 18:00 أنتم يا جماعة أنتم بتمتحنوا فين؟ في أمريكا والّا إيه ده؟ يعني اللي أنا عايز أقوله لك إيه، إن في النهاية الشخص لمّا بيكون عنده شغف بحاجة خلاص. لكن أنت ممكن تكون الحاجة اللي أنت بتحاول توصل لها والجامعة اللي أنت بتحاول تخشها في النهاية هي هري، يعني مش دي الحاجة اللي أنت عايزها فعلًا. يعني أنت ما جرّبتش، ما عِشتش، ما شُفتش، ما سألتش حد جرّب نفس التجربة، ما فتحتش يوتيوب لشخص عايش الحياة اللي أنت عايزها واتفرّجت هو عايش إزاي، ما يمكن أنت مش عايزها. يعني يمكن أنت يا سيدي أنا مثلًا بيبقى نفسي أشتري منتج وهاموت واشتريه، افتح اشوف كام فيديو عليه اقول ايه القرف ده، لا الغي الفكره، الغي الفكره تماما، ولو جالي مجانا هسيبه في الكرتونه مش عايزه. يعني اللي انا بحاول اقوله لك برضه عشان ما نوسعش الموضوع مننا، ان نتيجه الثانويه العامه مش بتحدد اي حاجه في مستقبلك خالص، والله العظيم بجد يعني حقيقي. مش بتتدخل في اي حاجه في حياتك، ولا انت نصيبك مكتوب ورزقك مكتوب، وانت اهم حاجه في الحياه هي انك انت بس ايه تسعى وخلاص. سعيت وربنا وفقك تمام، ربنا ما وفقكش المره دي هيوفقك المره الجايه، وهي الدنيا ماشيه كله زي الفل. إنما أنا أزعّل بقى بنتي وأزعّل ابني ونعيش أيام سودا ونقعد طول السنة نصرف مصاريف وحياة سودا عشان في الآخر يخشوا مجموع كلية عالية. يا جماعة إحنا بيتخرج عندنا عشرات الآلاف ويمكن مئات الآلاف من الكليات القمة كل سنة. ماذا بعد؟ إيه الميزة في الموضوع؟ يعني إيه المميز؟ إيه المميز حقيقي تاني؟ أنا مش باقلل من كليات القمة، بالعكس على راسنا. في النهاية إحنا ما نقدرش نعيش من غير دكاترة ولا مهندسين ولا ممرضين ولا صيادلة ولا محامين ولا ما أعرفش إيه. ف يعني أنا هادّيك مثال، أنا لمّا جِبت المجموع دوّة، أنا قُلت إيه، أنا يعني مش فارق معايا الكلية، ولكن خلاص أنا جِبت مجموع، فأنا مش هاسافر القاهرة لإن أنا اسكندراني، فإيه اللي هيوديني القاهرة؟ صحابي جزء منهم راح القاهرة، بس أنا مش مهتم يعني. فقُلت هاروح أقرب حاجة لإسكندرية، وكانت مدينة اسمها دمنهور في البحيرة، وكانت الكلية اسمها شريعة وقانون. فقُلت بقى أوكي، ومحامي ووكيل نيابة وكل الكلام ده. يا جماعة أقسم بالله أنا قررت العكس، يعني قررت إن أنا مش هاكمّل من تالت أو رابع محاضرة، والله ما بدون مبالغة. مواد بقى مادة كان اسمها علم إجرام وعقاب،
ويقول لك اصل المجرم لما بقه يبقى عامل كده يبقى احتمال يبقى كده، ودانه وجحلظه في مخه. انا مالي انا والقرف ده؟ هو هو انا لينكولن لوير؟ ما انا مش، لقيت نفسي مش مهتم بالحاجه دي. خلاص جيت انقل، قال لك لا، باب النقل قفل، وللاسف لازم تكمل السنه. ما كملتش، عملت نفسي بروح الامتحانات. انا اسف يا بابا والله، يعني هو كان فاكر ان انا بروح الامتحانات، انا ما كنتش بروح الامتحانات. طب انا ما كنتش حد من اهلي يتفرج على الفيديو ده. اللي انا عايز اقوله ده يعني حاولت اروح الامتحانات وما رحتش، لان مش مهتم. انا مش عايز، مش فارق معايا الماده دي، مش فارق معايا الكليه ولا الجامعه دي ولا القرف ده كله اصلا يعني. خلاص انا هنقل يعني، مش هينفع. فملخصا للكلام عشان ما نطولش اكتر من كده، احنا داخلين في ال 20 دقيقه. الثانويه العامه مش نهايه العالم، حتى لو بانت للحظه في لحظاتنا انها يعني حاجه مهمه. اوكي صح، هي فعلا حاجه ليها اهميه في حياتنا، انا مش بقلل منها، ولكن في نفس الوقت مش نهايه العالم. وانت جبت 50% او جبت 100%، صدقني في النهايه الشاطر في الاخر هو اللي بيعرف يعمل فلوس، الشاطر في الاخر هو اللي بيعرف يحقق احلامه، الشاطر في الاخر هو اللي بيعرف يعيش الحياه اللي هو عايزها. مش ينطوي او يكون إمعة او يمشي زي ما كل الناس ماشيه. في النهايه هو ان انت الحاجه اللي انت عايزها، والحاجه اللي انت عايز تعيشها، والطريقه اللي انت عايز تعيش بيها، والمكان اللي انت عايز تعيش فيه، والفلوس اللي انت عايز تعيش بيها، هي دي الحاجه اللي انت تقدر تعملها. هي دي الحاجه فعلا اللي نقدر نقول عليها هي مقياس للنجاح. مش مجرد ارقام ومجاميع ودخلت كليه، وفي النهايه مئات الالاف من الناس حوالينا شبه بعض مع اختلاف شهاداتهم. فصدقني والله لو جيت بصيت للموضوع من الصوره الكبيره وعملت زوم اوت على الحياه كده من الجانب ده، هتلاقي ان هي تحصيل حاصل والله بجد يعني. فلو انت اب او ام، فرفشوا يا جماعه، ايا كان جابوا كام، مش مهم ان هم يجيبوا زي ولاد خالتهم ولا ولاد عمهم. هم في الاخر يعني ممكن يبقوا احسن من ولاد خالتهم عادي. مش مقياس والله، والله ما مقياس يعني. فرفشوا كده الدنيا حلو. فده كان الفيديو. لو حابين اكتبوا لي اقتراحات للفيديوهات اللي جايه. وبس اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.